عسلامة البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم باش نحضروا مع بعضنا مرقة بطاطا البنات. كما قاعدين تشوفوا معايا هنا المكونات حطيتها لكم قدامكم البنات باش تعرفوا بالضبط مناش متكونة مرقة البطاطا، ولا نسموها مرقة البصل على خاطر هي تجي فيها كمية باهية من البصل. كما شفتوا معايا هنا البنات عندي كمية باهية من البصل. لما حالة أنا فضلت شوية، عندي 3 كعبات طماطم فريشكا، طماطم كعب، حمص وقرين فلفل أخضر ذاك باش نزينوا بيه، وكعيبة بطاطا. يعني أنا باش نعمل على حسب المقادير العائلة متاعي اللي هي عائلتي صغيرة. هنا البنات عندي فلفل الملحي البودرة، عندي طماطم معجونة باش نستحق بيان سور، وعندي هنا اللحم العجل ولا اللحم العلوش، تحبوا تحطوا اي نوع متاع اللحم. وعندي هنا الفحات البنات، مغرفة صغيرة ملح، مغرفة صغيرة كركم، شوية 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 من كل حاجة، يعني فلفل اكحل وكروية والفحات المخلطة هذيك. هنا البنات خاطر في الاخر باش نحط زاده شويه تفاح والكربيه والفلفل الاكحل. يعني في الاول حطيت معناتها نقولوا حنا الراس الصغير نتاع المغرفه الصغيره، معناتها نص الراس هنا. بديت البنات نقطع في البصل. هنا كما شفتوا الكميه نتاعي تاع البصل قداش تجي مرقه البطاطا، ولا نسموها كما قلت لكم مرقه البصل خاطر تجي فيه كميه باهيه من البصل البنات. هنا باش نحط الحمص زاده، حطيت الحمص كما شفتوا المقادير قداش البنات حطيت الحمص. وباش نحط البنات بيان سور اللحم، المقادير حسب افراد العائله متاعكم، معناتها كان عائلتكم صغيره ولا كبيره انتم والمقادير. هنا يعني عطيتكم كميه باهيه يعني. وباش نبدا هنا البنات نسيت ما قلت لكمش بيان سور اكيد باش نحط الزيت. حطيت شويه من الزيت الزيتونه، وباش نحط كميه تقريبا فنجان صغير متاع زيت عادي البنات، زيت نباتي. انا ديما نحط شويه زيت زيتونه والباقي نحطه زيت عادي. ونحط بيان سور الماء هنا كما شفتوا يعني حطيت كل شيء على البارد البنات. ومن بعد باش نولي جوست نحط على النار، معناتها باش نحط لفحات وكل شيء حطيته على البارد كما شفتوا. ومن بعد باش نحط على الغاز. هنا كما شفتوا اللفحات نتاعي هنا باش نحطهم كلها مع بعضهم. هنا البنات راني باش نقلي المكونات هذه معناها، ومن بعدين باش نولي نحط الطماطم، معناتها مش توا باش نحطها طماطم البنات الفريشكا راهو يلزمنا نحو لها القشره نتاعها من برا، ومن بعد نولوا نقطعوها طروف صغيره هكا ونحطوها. والا تنجموا تحبوا ترحوها معناتها في الربو نتاعكم وتحطوها يعني كالصوص معناها كيما تحبوا، يعني منا ولا منا. انا ديجا يعني كيما وريت لكم قطعتها من القشور، يعني نحيت القشره نتاعها وباش نقطعها البنات مكعبات صغيره على الاخر. وباش نحطها راهي مرقه البطاطا تحب الطماطم الفريشكا البنات، يعني ماذا بيكم تحطوا. ثم شكون البنات زاد يحطها كعب، يعني كعبه يقسمها على 2 تحطوها. تنجموا يعني كيما تحبوا انتم. انا نحب نعملها كيف من هكا البنات وتعطيني بنه في المرقه، مرقه البطاطا تعطيني جو مش عادي البنات. يعني انا نوري لكم بالطريقه نتاعي، بس نحاول اني نبسط لكم في الفيديوهات البنات، نعطيكم بالتفصيل بالتدقيق معناتها حاجات يعني تنجموا انتم تطيبوها البنات من غير ما تقلقوا ولا تعجزوا ولا اي حاجه. هنا البنات بعد ما قطعت الطماطم باش نحرك المكونات الكل البنات كما شفتوا معايا. هنا ديجا البصل ذبال، معناتها داك علاش حطيت الطماطم. هنا نخلو هكا طماطم الفريشكا تسيب الماء نتاعها وتسيب اللون نتاعها وكل شيء. وبعدين باقي نحط باقي المكونات اللي هما مغرفتين صغار البنات فلفل مرحي كما شفتوا هنا معايا. باش نحط مغرفه كبيره البنات طماطم حكم يعني حاطه
الطماطم الفريشكا، الطماطم المعجونة مغرفة كبيرة يزي البنات، ما تكثروا باش ما تجيكمش مطمطة ولا تجيكم قوية يعني ولا قارصة ولا حامضة. ديما حاولوا في الأكلات متاعكم إنكم تكثروا من الطماطم الفريشكا، خاصة في الموسم متاعها في فصل الصيف. تحاولوا الماكسيموم إنكم تعملوا في أي ماكلة تحب الطماطم الفريشكا. هي الطماطم الفريشكا باهية برشا وتجينا الماكلة متاعنا بنينة معناها. حاسيلوا هنا البنات كما شفتوه معايا هنا البنات قعدت نقلي فيها معناها اللي تقليت لي الطماطم بالباهي، ومن بعدين توا باش نولي نحط الماء نمرق بيه البنات بينسير اللي باش يطيب لي الحمص ويطيب لي اللحم. البنات راهو البطاطا ما نحطهاش من توا خاطر الطياب متاعها ساهل، واللحم الاحمر كما تعرفوا كيكس ولا عجل ولا علوش البنات يستحق انه نطيبوه يعني فتره واحده مع الحمص ما يسالش. ونخلوه معناتها، ومن بعدين باش نولوا نطيبوا البطاطا ينقص الماء شوي البنات كما شفتوا معايا هنا، ونحس بالعين انه اللحم متاعي يعني طاب والحمص وقتها باش نطيب البطاطا. خاطر البطاطا البنات راهي مهما يكون ما تستحقش الطيب، اذا طيبتوا بالدجاج تنجموا تحطوهم مع بعضهم، اما في اللحم الاحمر البنات ما تحطوهمش مع بعضهم، تخلوا لين الحمص واللحم يطيب ومن بعد باش تعملوا البطاطا. هاني حطيت البنات البطاطا هنا كما شفت كما قلت لكم يعني كيف نقص الواحد. الفلفل هذاك البنات ما نحطهاش توا يعني نحطه في الاخر باش نزين بيه، ونكمل بقيه لفحات في الاخر قلت لكم عليه شويه الفلفل الاكحل والكرويه والواحد البنات. الحاسيلو هنا بعد ما طابت لنا المرقه نتاعنا حطيت هنا الفلفل الاخضر وباش نحط الفلفل الاكحل وباش نحط شويه الكرويه والفاح. ديما البنات قاعده نذكر فيكم هنا باش تتذكروا يعني ايش باش تحطوا في الاول وايش باش تحطوا في الاخر البنات، وباش نخلوها بيان سير البنات مرحله تقريبا هكاكا 3 ل 4 دقائق لدقيقتين يعني لين يسيب طعمة هيك الفلفل الأخضر في المرقة، يعطي بنا مش عادية يعني في الأخر، وكل الفحات هذيك تتفاعل يعني مع بعضها يعني في الأخر تعطي نكهة مش عادية. هاوينا كيما قلت لكم دقيقتين 3 دقائق ونطفي عليه وتكون مرقتنا إن شاء الله تكون حضرت. وهذه المرقة متاعنا البنات حضرت، نودكم ولا نشهيكم بنا تحكي وحدها يعني من التصويرة. نتمنى انكم تجربوها وتنجحوا فيها، وما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة. وبسلامة ان شاء الله في فيديو اخر. بسلامة.